يا جدعان اللي ما بيتفرجش على الدبليو دبليو الفتره دي فايته كتير قوي. عوده الوحش بروك ليسنر وبرومو جامد جدا للبلاد لاين وظهور بري وايت وكيو ار كود جديد. احنا عاوزين ايه تاني؟ بجد الفتره دي من اجمد فترات الاتحاد. تعال معايا كده وانا اقول لك ايه اللي حصل بالظبط. اعمل لي انت بس فولو على الانستجرام وانضم للجروب بتاعنا على الفيسبوك مستر راسلينج، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وطبعا الفيديو ده برعايه صفحه اوفر ذا تو بروم. ويلا بينا نبدا الفيديو. Acknowledge me. افتتحنا العرض كده بدخول البلاد لاين، حيوا الجماهير ورومان رينز قال لاهل المدينه اكنولج مي. بعد كده رومان رينز كمل كلامه وقال السواد اللي بينا ده ممكن يدمرنا، وانا مش قادر انسى اللي حصل في سماك داون يوم الجمعه اللي فاتت. وبعد كده راح جاي موجه كلامه لجي اوسو وقال له هو انت غبي يالا؟ ايه اللي انت عملته الاسبوع اللي فات ده؟ دخل سامي زين بسرعه وقاطع رومان رينز وقال له انا اسف جدا، انا اسف ان انا بقاطع كلامك، بس انا عندي حاجه كده عاوز اقولها. امبول هيمان ساعتها قال لسامي زين انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت ازاي تقاطع الترايبال شيف؟ انت اتجننت ولا ايه؟ رومان رينز ساعتها راح جاي قايل لبول هيمان سيبه يا بول سيبه، انا عاوز اشوف هيقول ايه. ساعتها سامي زين راح جاي قايل له سيبني انا جي اوسو، مش انت كنت كلفتني الاسبوع اللي فات ان انا اكون مشرف عليه؟ سيبني انا بقى بعد اذنك، يعني سيبني انا اللي ادير الحوار ده. رومان رينز ساعتها ضحك له كده واتبسط منه وساب له الحوار ده فعلا ورجع وقف ورا كده مع بول هيمان. سامي زين بقى ساعتها راح جاي قايل لجي اوسو انت ليه دايما يا جي كده واخد الكلام على اعصابك؟ ليه طول الوقت قالب وشك كده؟ بص كده على جيمي، على طول بيبتسم، على طول بيضحك، وانا بحبه جدا. وبص كده برضه على سولو، ما بيبتسمش كتير او ما بيبتسمش اصلا يعني، بس عادي، مش طول الوقت جد، مش طول الوقت عمال يتخانق مع نفسه. لازم تهدى وتظبط نفسك شويه كده يا جي. ساعتها جي اوسو اتعصب جدا وراح جاي باصص لرومان رينز وقايل له يا ابن عمي انت اكيد بتهزر، اكيد مش قصدك تخليه يعمل كده معايا. انت ليه بتدخل غريب وسطنا؟ احنا عيله واحده، احنا ولاد عم. وفضل جي اوسو يتكلم بعصبيه وموجه كلامه لرومان رينز. في اللحظه دي دخل قاطعهم مات ريدل وقال لهم انا بتحدى اي حد من البلاد لاين يلعبني المباراه النهارده. حبيب قلبي مامي كبر وبقى يتحدى البلاد لاين. ما كانش ماتش يا ريدل اللي كسبته في اكستريم رولز يعني. انا عارف انا الماتش ده هو اللي مقوي قلبك كده، انا عارف. المهم رد عليه رومان رينز ورفض انه يلعبه. راح جاي ريدل ساعتها قال له انت رفضت ان انت تلعبني ماشي، بس يمكن حد من البلاد لاين بتوعك يوافق. ساعتها في اللحظه دي جي اوسو راح جاي ملبس سامي زين، مسك المايك على طول وراح جاي قايل له اقبل انت يا سامي، مش انت يا سامي جامد ورومان رينز خلاك المشرف عليا وكده؟ يعني انت كده المفروض جامد. يلا اقبل انت التحدي، يلا مستني ايه؟ اقبل التحدي يلا يا سامي، يلا عايزين نشوف قدراتك. سامي زين راح جاي ساعتها كده اتاخد شويه كده وكانه بيقول في نفسه انا اتلبسنا انا في المباراه دي يا ابن بس ساعتها سامي زين راح جاي قايل احنا كلنا هنا عيله واحده وانا اللي هلاعب ريدل الليله. ساعتها مات ريدل فرح جدا ان في حد من البلاد لاين وافق على التحدي وسابهم ومشي، وانتهى البرومو الجامد ده على كده. بس لسه في حاجه حصلت تاني بينهم في نص العرض كده جامده جدا هقول لكم عليها. من الواضح بقى كده ان الدنيا بتتعقد اكتر واكتر مع جي اوسو، والمره دي رومان رينز كان ناوي يعلقه في سقف القاعه حرفيا، لكن برضه لولا تدخل سامي زين ومنع الموضوع ده. لان ايا كان سامي زين وهو بيعاتب جي اوسو مش هيكون زي رومان رينز. رومان رينز بقى بيحب سامي زين جدا ومش طايق حرفيا جي اوسو، والموضوع ده هيتكرر كتير في العروض الجايه بين جي اوسو وسامي زين ورومان رينز، لحد لما تيجي لحظه ويا اما رومان رينز هيطرد جي اوسو، يا اما جاي هيخون رومان رينز، يا اما سامي زين هو اللي هيخونهم ويغدر بيهم في الاخر. على فكره ممكن جدا، ليه لا؟ بعد كده بقى بنروح لاول مباراه معانا بين اوستن سيري وجوني جارجانو. المباراه كانت متكافئه جدا وعملوا اداء ممتع هما الاثنين، ولكن في الاخر فاز جوني جارجانو على اوستن سيري. بصراحه جوني جارجانو جامد ولازم يعلى شويه الفتره الجايه اكتر واكتر عشان يبتدي يحط اسمه بين النجوم الجامده اللي بقت موجوده واللي خلت المنافسه بقت نار حرفيا. بعد كده بقى بنروح لتاني مباراه معانا بين ري ميستيريو وتشاد جيبل. المباراه كانت ماشيه عادي وكان ري ميستيريو هو اللي مسيطر، ومره واحده دخل الاختين هناء وشيرين دومينيك وريا ريبلي، بس هم دخلوا وما جوش ناحيه ري ميستيريو، والمباراه خلصت بفوز ري ميستيريو على تشاد جيبل. بعد المباراه بقى طلعوا هم الاثنين لري ميستيريو، والواد العاق ده قعد يقل ادبه على ابوه، لا وكمان راح جاي ضارب ابوه بالقلم، حاجه في منتهى قله الادب والسفاله يعني. انت كده هيل يعني وشرير؟ بطل حزق في وشك يا حبيبي وخليك راجل. المهم داميان وفين بالور هجموا على ري ميستيريو، لكن ميستيريو قام بيهم، لكن في الاخر الخلفه العرضي عملت لميستيريو 619 وتنتهي الفقره دي وري ميستيريو مرمي على الارض. بعد كده بقى بيطلع الجادجمنت داي بالدخله الفجره بتاعتهم، وقعدوا بتاع ربع ساعه كده يسخروا من ايدج، وفين بالور قعد يقول لهم ايه اللي حصل في اكستريم رولز، وهم يردوا عليه ويقولوا له ايدج قال اي كويت، ايدج قال اي كويت، وهم فرحانين وعمالين يسخروا باللي عملوه في ايدج ومراته. وبعد كده فين بالور طلب من ايدج ستايلز انه يطلع دلوقتي عشان ده اخر عرض هيعرضوا عليه للانضمام في الجادجمنت داي، وبالفعل طلع ايدج ستايلز وقال لفين بالور انت معاك حق، احنا علاقتنا ببعض قويه من ايام اليابان، انا مش جاي اناقشك واصدع دماغك، انا جاي ابحث عن عيله جديده. فين بالور ساعتها فرح والكل افتكر ان خلاص ايدج ستايلز هينضم للجادجمنت داي، وبالفعل حضنوا بعض. بس بقى في اللحظه دي
ايجي ستايلز قال له بس انا مش قصدي على العيله دي بيكوا انتوا. بعدها على طول بتدق موسيقى جود براذرز اللي هم اندرسون ولوك جالوز دخلوا وانضموا لايجي ستايلز ونفخوا الجادجمنت داي. اخيرا ايجي ستايلز انتقم من اللي عملوه فيه، وغالبا كده ايجي ستايلز عمل فريق جديد هو والجود براذرز اندرسون ولوك جالوز. بس لسه الفريق ده مش باين له اي خطط الفتره الجايه غير انهم هيقفوا شويه في وش الجادجمنت داي وهيحاولوا يوقفوهم شويه، لكن انا حاسس انهم مش هيعرفوا. بعد كده بقى في الجراج رومان رينز رايح يركب العربيه ويمشي هو وبول هيمان وسولو سكوا. جاله جاي اوسو بسرعه وقال له انت رايح فين كده؟ رومان رينز رد عليه وقال له انا لازم امشي دلوقتي. فرد عليه جاي اوسو وقال له طب انا هاجي معاك، انا خلاص مفيش حاجه اعملها. رد عليه رومان رينز وقال له لا انت هتخليك موجود عشان خاطر تقف جنب سامي زين في مباراه الليله، وسامي زين لازم يفوز. لو سامي ما كسبش نهار ابوك معايا منيل ب 60 نيله. يعني سامي زين لو خسر هيعلقوا في سقف القاعه بقى بجد المره دي. طبعا جاي اوسو عاوز اقول لكم هيطلع نار من بقه حرفيا من الغضب، بس يا ترى تفتكروا سامي زين هيفوز ولا لا؟ خليكم معايا وانتوا تعرفوا في الاخر. بعد كده بقى ظهر كيو ار كود جديد، ودي الصوره اللي ظهرت لما اتعمل له سكان، وطبعا ده لوجو بري وايت الجديد هو وفريقه. رجعنا للتلميحات من تاني، بس المره دي بقى اعتقد ان التلميحات دي هتكون للمصارعين اللي هيكونوا مع بري وايت في فريقه. طب ايه تفسير الصوره دي؟ الصوره دي ملهاش غير تفسير واحد بس، ان الحروف اللي تحت اللوجو دي اللي هي جي ان في دول تفسيرهم ان حرف الجي بيساوي رقم 15 والان بيساوي رقم 14 والفي بيساوي رقم 22، يعني 14 10 22 اللي هو تاريخ سماك داون الجاي. انتظروا بقى في سماك داون الجاي تلميحه جديده وكيو ار كود جديد. بعد كده ذا ميز هو بيحتفل بعيد ميلاده هو ومراته ماريسا على الحلبه، ظهر ديكستر لوميس وبوظ لهم الاحتفال وقعد ياكل من التورته بتاعتهم وبس كده. فقره غريبه الاطوار مش فاهم عاوزين مننا ايه. بعد كده ذا ميز اشتكى لفريق الدي اكس وقال لهم عاوز اقابل تريبل اتش. ديكستر لوميس بوظ لي عيد ميلادي وكده، راحوا جايين قايلين له بص يا ميز يا حبيبي الاسبوع الجاي هتلاعب ديكستر لوميس، لو ديكستر لوميس اللي كسبك ديكستر لوميس هيوقع رسميا مع الدبليو دبليو اي، ولكن لو انت اللي كسبت ديكستر لوميس هيرحل بلا عوده. يعني مبروك عليك يا ديكستر يا اخويا التوقيع للدبليو دبليو اي. هو بس اللي انا مش فاهمه هو ازاي بعد كل ده وديكستر لوميس لسه مش موقع معاهم، يعني حاجه غريبه جدا بصراحه. بعد كده بقى بيطلع بابي لاشلي بطل الولايات وبيقول انا هزمت درو ماكنتاير وبروك ليسنر وغيرهم، وجيت دور دلوقتي على سيس فريك الرولينز. اطلع دلوقتي يا سيس عشان خاطر اقضي عليه. وهوب في اللحظه دي دقت موسيقى الوحش بروك ليسنر. يا راجل اشتقنا لك اقسم بالله، طولت في غيابك زودت في ابعادك. جامد قوي بروك ليسنر وستايله ودخلته اقسم بالله حاجه عاليه قوي 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 بجد. دخل الوحش للدبابه، الحلبه بتزغرط من الجمدان اللي عليها. المهم يا دوبك ما قالش غير كلمه واحده بس لاشلي، قال له بوبي لاشلي مساء الخير وبس كده، وعينك ما تشوف الا النور. راح جاي رازعه 2 اف 5 جابت اجله، وراح جاي واخده رحله لمدينه سوبلكس سيتي، وبعد كده عمل له حركه الاستسلام كان هيكسر بيها دراعه بس عمل له اصابه في دراعه، وبعد كده حيا الجماهير ومشي. خير الكلام ما قل ودل حرفيا، مفيش اجمد من كده بجد اقسم بالله. هنشوف عداوه بينهم في كراون جول عظيمه. متحمس للماتش ده بصراحه اكتر من ماتش رومان رينز ولوجان بول. بعد كده سيس رولينز دخل وكان مصاب من ماتش الفايت بيت، بس لاشلي بعد ما اتصاب كان هيأجل الماتش ومش هيلعبوا النهارده، لكن سيس قعد يستفزه بالكلام عشان بعدها يرجع لاشلي في كلامه ويلاعب سيس رولينز وهو مصاب في دراعه. الاثنين بيلعبوا بعض وهم مصابين، تخيلوا بقى الماتش كان عامل ازاي. وطبعا لاشلي ما كانش قادر يعمل حاجه، واستغل ده سيس رولينز وعمل له 2 ستوب اب وواحده بيدجري، ما حرموش من حاجه يعني دلعه عشان في الاخر يفوز سيس رولينز ويبقى هو بطل الولايات الجديد. بعد كده لاشلي في الكواليس توعد انه هينتقم من بروك ليسنر وانه هيعمل فيه ويسوي لما يشوفه الاسبوع الجاي. انا بقيت متحمس للعروض الاسبوعيه اكتر من اي وقت تاني حرفيا، وهبقى اعمل لكم فيديو نتوقع فيه مع بعض ايه اللي هيحصل الفتره الجايه. بعد كده بقى بنروح لمباراه ريدل وسامي زين، واللي جاي اوسو كان متكلف فيها من رومان رينز انه لازم سامي زين يفوز. المباراه كانت جامده والاثنين عملوا مباراه عظيمه بجد، لكن جاي اوسو حاول في البدايه كده انه يساعد سامي زين ويضرب ريدل والحكم مش واخد باله. تخيلوا بقى سامي زين راح جاي جري عليه وقال له لا 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 ما تجيش جنبه، انا اقدر اقوم بيه لوحدي. جاي ساعتها قال له انت حر انا غلطان وسابه، اللي هو انت هتقرفني ليه يا عم، انا لو عليا عاوز اجي اموتك انت اساسا، بس لولا حكم رومان رينز بس. وبعد كده في الاخر ريدل عمل واحده اركي او وفاز بيها في المباراه على سامي زين. ايا كان بقى اللي حصل في المباراه، بس رومان رينز كان مكلف جاي اوسو بمهمه وفشل فيها. انتظروا بقى في سماك داون الجاي رومان رينز هيعلق جاي اوسو في نجفه القاعه حرفيا. بعد كده تم الاعلان عن عوده الايس في عرض الروك جاي، وخدوا بقى الكبيره تم الاعلان عن ظهور بري وايت في عرض سماك داون الجاي. تفتكروا هيظهر لمين؟ برون سترومان ولا رومان رينز ولا هيبقى لوحده؟ انا في اعتقادي هيبقى لوحده. بعدها بنروح لاحتفاليه الدي اكس بمرور 25 سنه على ظهورهم، قعدوا يحتفلوا ويحيوا الجماهير عشان في الاخر ينتهي العرض على الصوره اللي قدامكم دي. قول لي رايك في الاحداث الجامده اللي حصلت دي، وما تنساش طبعا انك تحط لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبس كده يا معلم، خلص الكلام.